عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتت عليه أمداد أهل اليمن سألهم: هل فيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. طبعا هذه في روايات كتير في الحتة دي. كان عمر رضي الله عنه كل ما يجي أمداد من أمداد اليمن يسألهم: حد فيكم من مراد ثم من قرن؟ طبعا أويس بن عامر القرني من مراد ثم من قرن، يعني قبيلة مراد وبعدين شوية منهم اسمهم قرن، هو من هؤلاء. فلو قال طب فيكم هتعرفوا حد اسمه أويس بن، طب جه السنة دي كل سنة في الحج يستنى القوافل بتاعت اليمن ويسأل: عاوز أشوف هذا الرجل أويس بن عامر. لغاية ما في سنة من السنين حج بقى أويس بن عامر. قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرئت منه، أو فبرأت منه إلا موضع درهم. أويس بن عامر ودي لها قصة، كان عنده برص، حاجة زي البهاق، مرض البهاق، فدعا الله فبرئ من هذا الإيه، من هذا المرض. طب ليه إلا موضع درهم؟ وكان هذا الموضع في سرته، يعني ليه يبرأ إلا موضع درهم؟ الحقيقة يا جماعة أنا قلت لكم في البداية أويس بن عامر كان لما يدعي ربنا بتفاصيل فتقع التفاصيل، مش دعاء إجمالي كده. أويس بن عامر هو اللي دعا كده، دعا ربنا أنه يبرأ من هذا المرض إلا موضعا ليذكر به نعمة الله عليه. يعني كل ما يشوف الموضع ده يفتكر: ده أنا كان عندي برص مالي وشي ومالي جسمي وشفاني الله عز وجل. فده دعاء أويس. فقال: فبرئت أو برأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله، عمر باب يقول صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، وله والدة هو بها بار. اسمعوا يا جماعة، احنا النهارده نقرا ليه سيرة أويس؟ عشان نقف على تلك الحيثيات التي نال بها أويس تلك المرتبة، مرتبة الولاية. فحيثية من الحيثيات أنه كان بارا بأمه. حتى في بعض الروايات أن أويس بن عامر كان يريد لقيا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان سيشرف بالصحبة، ما منعه إلا بره بأمه. أمه كانت مريضة، وكان قيل إنها كانت مشلولة ولا تتحرك ولا بد من حد يخدمها. فأويس، خلي بالكم يا جماعة، لو ترك أمه نال شرف الصحبة. فأويس آثر أن يبر أمه وألا يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينال بذلك رتبة الصحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت له البر بأمه. فبر الأم أهو، انتوا فين بقى من انتوا؟ احنا يعني كلنا من بر الأب والأم. وأين البر من الدين؟ يعني بعيدا عننا دلوقتي. ويا جماعة احنا في ناس مننا للأسف يعني مشكلتها في القوة العلمية، وعندنا ناس مشكلتها في القوة العملية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في ناس ما بتعملش كذا لأنها مش عارفة فضل كذا. كنت دايما أقول للشباب في واحد من السلف يقول أعرف 70 خصلة من خصال الخير لا أجد في نفسي واحدة منها. وكنت ساعتها أسأل الشباب أقول لهم: لو قلت لكم اكتبوا لي، كل واحد يطلع ورقة وقلم ويكتب لي 70 خصلة من خصال الخير، مش فينا حد هيعرف يكتب. فأنا بدعي، يعني بقول معظمنا مش هيعرف يكتب. هل ده لأن فينا خصال الخير؟ لا، هو لأن احنا مش عارفين خصال الخير. فالمشكلة عندنا دلوقتي فين؟ في القوة العلمية، مش عارفين، نحن جاهلون. يعني أقرب مثال لده في السنة فين؟ حديث ابن عمر، إنه كان ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي على الجنازة وينصرف، ما يتبعش الجنازة لغاية ما تدفن، حتى سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، مش سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، سمع يعني عرف إن في حديث بيقول كده،
انه من صلى على جنازه فله قيراط، ومن صلى عليها وانصرف، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، والقيراط مثل جبل احد. فقال لا، ان لله وانا اليه راجعون، كم فرطنا من قراريط. فهنا كانت المشكله فين؟ مش عارف الحديث. خلاص. فبعض الشباب ممكن ما يبقاش عارف فين البر، فين من الدين، فتلاقيه على طول لطش مع الاب والام على طول. وانا هنا بتكلم على مين؟ على الناس المتدينه، ها. ودي اصلا الاسئله اللي بتيجي، يعني بقى سؤال يعني عادي ان بنقراه كل يوم. متخانق مع ابويا وامي، ده عادي سواء ولد او بنت. دول مين؟ المتدينين. لا، انت ابوك وامك تعمل لهم خدك مداس. اصل هم اللي هم مع اتصرف. انما فكره انك عادي جدا، انا دلوقتي في الدرس والعشاء في درس وقاعد في الدروس وامك في البيت غضبانه، ده شيء عجيب الحقيقه، عجيب. لا، بر الوالدين ده مقدم في دين الله عز وجل. خلاص. طب ده باطلاق؟ اكيد مش باطلاق. ما فيش حاجه باطلاق يا جماعه، عشان ايه ما نقعد نقول كده. ما فيش حاجه باطلاق، وفي حدود، اكيد في حدود، لكن نتعلمه بقى. لازم يبقى عندنا العلم الكافي انه الحدود تقف فين، وكمان ازاي اتعامل. يعني ما هو الحدود وقفت هنا يبقى في الحد ده هغضب وهزعله مني؟ لا برضه. واضح. ومين من السلف قلنا لكم عليه قبل كده، اللي هو بت اغمز قدم امي وبات اخي يصلي. مين؟ ثابت ولا ابن المنكدر؟ ده ماشي على مسؤوليتك انت، انا مش فاكر مين الصراحه. كان بيقول ايه؟ كان امه تعبانه رجليها وجعاها، فهو بيحكي بيقول ايه؟ بت اغمز قدم امي، يعني بت وانا ايه طول الليل عمال ادلك رجل امي، وبات اخي يصلي، اخوه طول الليل بايه؟ قائم الليل. قال وما احب ان تكون ليلتي بليلته. يعني لو اتعادت الليله وجي قال لي طب سيبني انا ادلك رجليها وقوم انت صلي، اقول له لا لا لا، روح انت صلي وانا هدلك رجليها. فهم يا جماعه، فهم عميق لمساله البر. فكان اويس بارا بامه. قال، والكلام للنبي عليه الصلاه والسلام، يقول عمر مكلما اويسا وذاكرا حديث النبي عليه الصلاه والسلام، عشان احنا قطعنا فما ممكن مش عارفين احنا فين. قال وله والده هو بها بار، لو اقسم على الله عز وجل لابره، فان استطعت ان يستغفر لك فافعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر رضي الله عنه ان استطعت ان يستغفر لك اويس فافعل. عجيب. قال فاستغفر لي، فاستغفر له. فقال عمر رضي الله عنه اين تريد؟ انت رايح فين بعد ما تخلص؟ قال الكوفه. فقال الا اكتب لك الى عاملها فيستوصي بك؟ امير المؤمنين بقى كاتب ايه؟ توصيه لفلان، ده هيعيش ازاي في الكوفه؟ باشا مش كده؟ شو بقى انتوا اللي علوم تتحرك عاوزين الكرامات، عاوزين تلاقي علوم في يعني ايه نفسنا نبقى مش عارف ايه. ما هو دول مش احنا اهم. قال له هكتب للعامل. انت طبعا اول ما تسمع كلمه زي كده طبعا، وبقى ايه على طول بقى، وده ظهور للدين، وده كأن البعيد هو الدين. انت خلاص انت الدين. حاجه غريبه جدا. قال البعيد ده اللي هو انا، يعني ما حدش يزعل. قال انا بحبكم على العموم، يعني فايه لو يعني ما تزعلوش ماشي، وضرب الحبيب زي اكل الزبيب. فقال الا اكتب لك الى عاملها فيستوصي بك؟ قال لان اكون في غبراء الناس احب اليه. انا مش عاوز اتعرف، انا عاوز ابقى كده في اللي هو ايه، اللي هو لا يؤبه له، ده اللي هو قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام رب اشعث اغبر ذي طمرين هدومه مقطعه باليه مدفوع بالابواب، يعني لو الباب خبط فتحت لقيته تقفل الباب تاني في وشه، زي المتسولين كده، اللي هو فاهم شخص متسول او تروح قافل الباب مدفوع بالابواب. لو اقسم على الله لابره. خلاص يبدل الله عز وجل الحال فورا. لو يعني اقسمت عليك يا رب ان يحدث كذا كذا، يحدث كذا وكذا. ربنا يبر قسمه
فكان منهم أويس، فقال لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، الناس بقى الإيه، الناس اللي لها مكانة في الكوفة، فوافق عمر فسأله عن أويس كيف تركته؟ قال تركته رث الهيئة قليل المتاع، شكله رث منعكش ومطرب وهدومه مقطعه وقليل المتاع، ما عندوش حاجة. في رواية يا جماعة، في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لم يترك خلفه إلا أما له. فاهمين يعني؟ ما عندوش حاجة. يعني هو هيجي لكم في أمداد اليمن واحد اسمه أويس القرني، مش سايب حاجة في اليمن غير ما عندوش حاجة. قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس كيف تركته؟ في رواية أن هذا الرجل كان ابن عم أويس، وكان كثير الإيذاء لأويس، بيتريق عليه، بيتنمر عليه بلغة على طول كده بيتريق عليه. وفي رواية إنه ما فاطنش أنت أويس مين مع إنه ابن عمه، فهو مش متخيل إن عمر بيسأل عن ده، فما زال به حتى إنه عرف إنه بيسأل عن أويس ده، قال له أنت بتسأل عن ده؟ فعمر قال له أيوه. قال تركته رث الهيئة قليل المتاع. فقال سمعت رسول الله عمر صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليك أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرئ إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله عز وجل لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما قدم الكوفة أتى أويسا، يعني هذا الرجل بقى أول ما رجع من الكوفة، في رواية أنه ما روحش بيته، نزل على أويس على طول. أتى أويسا فقال استغفر لي. فأويس قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح، ما أنت لسه جاي من الحج أو من المناسك، أنت اللي تستغفر لي يعني، فاستغفر لي. فعاد عليه قال استغفر لي، فعاد عليه أويس قال له أنت أحدث عهدا بسفر صالح استغفر أنت لي. فعاد عليه قال لقيت عمرا. أويس فهم، قال له أنت شفت عمر بن الخطاب؟ قال لقيت عمرا؟ قال نعم. قال فاستغفر له. في رواية أن أويسا قال لن أستغفر لك حتى تعاهدني بأمرين أو على أمرين. قال له إيه؟ قال له أول حاجة تبطل تتريق عليا، لا تؤذيني. والأمر الثاني قال لا تفشي سري، ما تطلعش تقول إيه بقى ده عمر قال وعاد مش عاوز كده. فأعطاه العهد، قال له ماشي خلاص لا أؤذيك ولا أفشي سرك، لكن ما لبث أن فشى السر. قال ففطن له الناس فانطلق على وجهه، ساب الكوفة. قال أسير وكسوته بردا، راوي الحديث بقى أصلا من أول أسير ابن جابر، وكسوته بردا فكان إذا رآه إنسان قال من أين لأويس هذا البرد؟ طبعا هنا برضو البرد ده ليه قصة، إن أسير افتقد قدم الكوفة، وبعدين قال حاجة كده عن أويس بن عامر، قال كانوا بيقعدوا يحدثونا في المسجد. خلي بالكم احنا في زمان في خليط بين مين ومين؟ صحابة وتابعين، يعني دول الناس اللي عينك بتشوفهم، انتوا فاهمين احنا فين؟ فكان بقى شوفوا يا جماعه اللفظ ده بتاع أسير، بيقول كانوا يقعدوا يحدثوا في المسجد، فاول ما اقول يحدث في المسجد ده فيا صحابي يا ايه، يعني احنا فوق قوي. وكان يجي واحد كده اذا حدث اثر في القلوب ما لم يؤثر غيره، اول ما يبتدي يتكلم يحصل حاجه فينا كده. ثم افتقدته شويه، اختفى هذا الرجل، فقعدت اسالهم عنه، واحد صفته كذا وبيقعد ويأثر فينا، قالوا ده أويس بن عامر. قال فذهبت الى بيته، وبعدين سالوا أسير هو انت ما تجيش ليه المسجد؟ ما منعك عن ما حبسك عنا؟ قال العري، ما عندوش حاجه يلبسها. يعني يا جماعه ما عندوش حاجه يلبسها، مش يعني الجلبان كرمشه لا هو ما عندوش حاجه تتلبس، لان اصلا مما اثر عن أويس بن عامر انه كان اصلا ثيابه ايه؟ الرقاع، يروح ياخدها من المزابل ويغسلها في النهر ويخيطها، وده لبسه شكرا على كده.
ففي هذه الفتره ما كانش عنده حاجه يلبسها، قاعد عريان. عارفين مين اللي برضه اثر عنه انه امتنع عن مجلس الطلب عشان العري؟ حد يعرف؟ ما اعرفش انها اثرت عن احمد ولا الشافعي، ما اعرفش، ممكن تكون موجوده بس انا ما اعرفهاش يعني، ما قراتهاش. البخاري، الامام البخاري في وكان طالبا يعني، ما كانش الامام البخاري يعني، وامتنع عن مجلس الحديث لانه ما كانش لاقي حاجه يلبسها. فشايفين يا جماعه الناس دي كانت عايشه ازاي؟ فقال العري، قال فيعني كسوته بردا، احنا لسه بقى الروايه اللي هي مش معانا دلوقتي، وسير قال خلاص اديته البرد بتاعي ورا الباب ولا ايا كان يعني حصل ايه. فقال يستهزئون بي، يعني اول ما هطلع عليهم في برد، اصل هو مش متعود يلبس الملابس دي ويس، وهو ويس مأذي من الناس، يقعدوا يتريقوا عليه، ودي فائده هنجي لها كمان شويه ان شاء الله. قال يستهزئون بي، اول ما هيشوفوني هيتريقوا عليا. فاقسمت عليه حتى ايه اخذ البرد. ففعلا اول ما خرج الناس شافته في البرد، قالوا ترى من خدعه عن هذا البرد، يعني ايه احتال على من عشان ايه يلبس البرد ده. فرجع الى بيته اتضايق من سوء صنيع الناس معه. فلما لقى أسير هذا الفعل قال، فعامر بيقول له أرأيت، ويس بن عامر بيقول له أسير أرأيت، هم اتريقوا علي واتهموني وكذا وكذا. فجاء أسير إلى مجلسهم وعنفهم تعنيفا شديدا وقال دعوا الرجل، ويعني هم عنفهم تعنيفا شديدا يعني. يا جماعة وأنا بقرأ هذه الرواية يعني وقفت أمامها كثيرا، وهي فكرة إن إحنا قلوبنا محشوة بتصنيف الناس، وإذ نصنفهم على الدنيا. طيب وهو ده في إشكال كبير، طب هو ده في إشكال يعني إحنا ممكن نبقى إحنا كده وحشين؟ هذا قد يقع في قلوب الأولياء، بل هذا وقع في قلوب الصحابة لما، والحديث معروف كيف تعدون هذا فيكم، عارفين الحديث طبعا مش كده؟ الراجل معدي، إيه رأيكم في ده؟ هذا حري إن نكح أن ينكح، وإن تكلم أن يسمع له، وإن شفع أن يشفع. يعني راجل كبارة. سكت النبي عليه الصلاة والسلام شوية، عدى واحد تاني، إيه رأيكم في ده؟ حري إن نكح ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يسمع له. قال لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا لكم اللفظ دايما بنعيده، بيعمل إيه؟ بيعاير الميزان مش كده؟ لما يجي نوزن الناس ما نوزنهمش لابس إيه وراكب إيه ومعاه كام في البنك وبيتكلم الأكسنت بتاعته عاملة زي في الإنجليزي مش ده خالص.